السلام عليكم الاخوان، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتفرجوا في الفيديو. في الفيديو الاخوان غنديروا التحليل ديال المقابله اللي كانت بين باريس سان جيرمان وبين ستراسبورغ. حنا كمغاربه بطبيعه الحال كيهمنا باريس سان جيرمان اللي معاه المواهب ديالنا اشرف حكيمي وكذلك الياس حسني. قبل ما نبداو الاخوان في التحليل كنبغي نعطيكم فباريس سان جيرمان كانت كتحتل المرتبه الاولى بالنقاط 44، اما بالنسبه لفريق ستراسبورغ فكان في المراكز الاخيره اللي هو المركز 19 ب 11 نقطه. وندوز الاخوان نشوفوا التشكيله اللي اختارها المدرب اللي كانت على التالي: حراسه المرمى كان جان لويجي دون، خط الدفاع سيرجيو راموس وماركينيوس، في الاظهره كان بيتشابو وموكيلي، وشفنا بان المدرب معتمد على اشرف حكيمي. بالنسبه لخط الوسط كان رويز وفيراتي وفيريرا، وبالنسبه لخط الهجوم المخضرم نيمار وكذلك كيليان مبابي وهيوغو ايكيتيك. واما بالنسبه لاشرف حكيمي والياس حسني فبقاو على مقاعد البدلاء. البدايه الاخوان وكالعاده في اي ماتش ديال باريس سان جيرمان كتبدا بواحد الاستحواذ اللي خيالي، وبسرعه جا الهدف الاول عن طريق ماركينيوس، وصراحه بانت بلاصه اشرف حكيمي في الرواق الايمن. وشفنا كذلك بعض الاخطاء اللي كانت في خط الدفاع اللي ما كانش متوازن. هادشي كان ان المدرب ما واخدش الماتش بجديه وانما باقي فقط يجرب اللاعبين. وبقى نيمار وكذلك مبابي ضيعوا بزاف ديال الفرص المحققه باش يسجل 1-0 لصالح باريس سان جيرمان. مع البدايه ديال الشوط الثاني شفنا واحد الاستفاقه ديال فريق ستراسبورغ اللي تمكنوا من انهم يباغتوا الشباك عن طريق خطا قاسي ديال ماركينيوس اللي منه جا الهدف ديال التعادل. بعدها بالضبط شفنا واحد التهاون بزاف ديال نيمار اللي جا عن اثرو الطرد ديالو، حيت كانت عنده بطاقه صفراء ودخل وسط الكاري ودار واحد التمويه باش ياخذ ضربه جزاء، لكن الحكم عاقب وعطاه صفرة ثانيه ولذلك الطرد. بعد الطرد شفنا واحد الضغط كبير الاخوان ديال فريق ستراسبورغ اللي كانوا من يسجلوا الهدف الثاني. واخيرا في حدود الدقيقه 77 دخل اللاعب ديالنا اشرف حكيمي، وشفنا واحد التحيه كبيره من طرف الجماهير ديال باريس سان جيرمان بعد الاداء الرهيب اللي قدمه في مونديال قطر ديال 2022. بعدها الاخوان استمر الضغط ديال باريس سان جيرمان رغم النقص ديالهم، ولكن الاخوان الفعاليه ما كايناش. ولكن الاخوان كما قلت لكم في الاول الماتش ما واخدوش المدرب واحد الجديه كامله، حيت كانوا بزاف ديال الغيابات اللي منهم ليونيل ميسي وكذلك اشرف حكيمي ما كانش في كامل الجاهزيه ديالو. على العموم كنتمنى حظ موفق لاشرف حكيمي في باقي المقابلات وكذلك الياس حسني. هذا ما كان اخوان، تهلاو لي في راسكم بزاف، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم.